مساء الورد والفل. وصفتنا اليوم معكرونة بالبشاميل. تعالوا وياي نشوف طريقة العمل. أول شي راح أسوي اللحم المثروم أو الصلصة الحمراء اللي هي عبارة عن بصل مثروم ناعم، أحمسه بزيت لحد ما يذبل. بعدين أضيف عليه اللحم المثروم وأحمسهم سوا، وأبدي أضيف التوابل اللي هي عبارة عن ملح، فلفل أسود، وأنا عندي خلطة توابل وأعشاب سوا، أكتب لكم مكوناتها بصندوق الوصف. وبعدين أضيف معجون طماطة، وعندي صلصة خاصة أضيفها للمعكرونات إن شاء الله هسه أراويكم إياها، وأضيف رشة من الريحان الناشف يعطيها نكهة طيبة. وآخر شي راح أضيف المي وأخليها على نار متوسطة لحد ما شوية تتسبك. أني هنا سالقة المعكرونة ومخليتها ببايركس، وراح أضيف عليه كل الصلصة الحمراء. هسه أسوي صلصة البشاميل اللي هي عبارة عن زبد أذوبه على النار وأضيف له الطحين. طبعا مثل ما قلت لكم المقادير موجودة بالتفاصيل بصندوق الوصف. أحمص شوية الطحين على النار وأضيف له الحليب، وأكون مستمرة بالخفق حتى الطحين لا يتكتل. أضيف له جبنة البارميزان، ضيفوا كمية كل زينة، وأضيف رشة من جبنة الموتزاريلا. شوفوا أنا ايش قد ضايفة، بس هالقد لا تكثرون منه. وأضيف مكعب من مرقة دجاج وجوزة الطيب، وأستمر بالخفق لحد ما يثخن البشاميل. هسه راح أضيف البشاميل بعد ما ثخن كله على المعكرونة. إن شاء الله فد يوم أنزل لكم طريقة البشاميل بفيديو الخاص الوحدة. هنا فقرتي المفضلة أنه أغطي الوجه بالجبن، فراح أملي جبنة الموزاريلا. ايش قد ما تخلون براحتكم، ايش قد ما تكثرون ايش قد ما طيب. وعلى الوجه راح أرش شوية من جبنة البارميزان، يعني عكس صلصة البشاميل. وآخر شي راح أرش لها شوية ريحان ناشف، ريحان مو نعناع. بعدين أدخلها الفرن حار. طبعا هي المكونات كلها مستوية. أول شي أشويها من جوا لحد ما تبدي تبقبق، وبعدين أحمرها من فوق. تبقبق شنو شلون أقول لكم، يعني تسوي بقبق تغلي يعني، وبعدين تشوها من فوق. يعني انتوا بس تشوفوها، بس راح تشوفون تبقبق راح تفهمون شنو يعني تبقبق. بين ما تبقبق المعكرونة أريد أقول لكم هاي الصلصة اللي قلت لكم أضيفها للمعكرونات تعطيها نكهة طيبة، اللي هي عبارة عن صلصة طماطة وياها ريحان. وصارت المعكرونة بالبشاميل جاهزة. هسه طلعتها من الفرن، شوفوا شلونها لوحة لوحة، مو عبالك يعني أكل. أني فنانة مو بيدي. طبعا أنا ما راح أقصها هسه، أخليها شوية تبرد تهدى حتى من أطلع قطعة تطلع كاملة، ما تطلع مخربطة. اليوم المعكرونة بالبشاميل مالتي صحية جدا، لأنه الطحين والمعكرونة خالي من الجلوتين، وحتى الحليب خالي من اللاكتوز، بس طبعا هذا اختياري مو إجباري. طبعا العركة بالبيت كلها على هذا الجبن المقسب، الكل يريد ياكلها. وهاي خليت لكم قطعة بالماء حتى تشوفون انه بعد ما تبرد شلون تطلع قطعة كاملة. شوفوا الألوان، شوفوا الترتيب، يعني عبالك بيكاسو طابخ مو أني، مو بالله. وبالنهاية لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك وشير للفيديو. ألتقيكم وصفة ثانية. باي باي. مكانكم خالي، طعمها يجنن والريحة تموت.